اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري وعافني في سمعي واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء. برنامج دعاء النجوم. كانت لما كل ما تقولش لما بقى كانت مجمعه. كانت مجمعه كله مجمعه. ولما بقى احنا عشان الناس تفهمنا اللي قاعدين على القهوه الناس اللي قاعدين على القهوه يفهموا يعني. حضرتك كنت بتعلق على ماتشات كاس العالم 2002. ماتش البرازيل وتركيا. ماتش البرازيل وتركيا اللي عمل لي مشاكل ده. يا خرابي، ليه قلت بيهجس؟ مع ان بيهجس دي دلوقتي، ده دلوقتي زي بيلم كده. يعني لا، ده دلوقتي بيهجس دي اقل حاجه من اللي بتتقال. ده في الدراما. بس والله كانت كلمه دمها خفيف قوي قوي يا هناء. لا مش عايز اقول لك يعني انا علقت المباراه دي، لكن طبعا في ناس حاقده. في ناس للاسف الشديد ما بتحبش حد ينجح، ما بتحبش حد يعني كان لون جديد في التعليق، وللاسف بطلوهوني. يعني انت واخده بالك الضغط كان شديد جدا جدا عليا. مين بقى اللي لقط الموضوع ده؟ ناس كتير، صحفيين كانوا بيرفعوا، منهم صحفيين مشهورين يعني في الاهرام وبتاع، ورفعوا سماعه التليفون على رئيسه القناه، وازاي ده ايه ده اللي بيحصل ده، والتلفزيون المصري بيتقال فيه ايه، وكانهم هم اصحاب التلفزيون المصري. انت بالرغم من ان يعني نزلت لقيت كميه مسد كول على التليفون، وكل واحد اكلمه الاقيه معجب جدا بالاداء، ويقول لي انا كنت ماشي من جنب التلفزيون وبعدين سمعت التعليق اتشديت وقعدت. لا بقى عندي شيزوفرينيا. هو انا كويس ولا انا وحش؟ وبعدين اتوقفت، جم وقفوني في التلفزيون. قال لك موقوف انت عشان اللي انت عملته. عملت ايه؟ قلت لهم انا عملت ايه؟ انت فاهم يعني ما عملتش حاجه. طب اتوقفت ليه؟ كانت العمليه ماشيه كل واحد يعني تليفونات. اللي ملوش ظهر كان بيتضرب على بطنه بصراحه يعني. تمام. طيب كابتن مجدي، انت يعني ذكرياتك كتيره مع لقاءات القمه اهلي وزمالك، وكان في القمه بتاعه الامس، تعليقك عليها ايه؟ مش قمه بقى، هي ما تعتبرش بكل الظروف اللي كانت في القمه. لا هي مباراه مباراه عاديه جدا. لقاء الامس لانه مش قمه في الحقيقه. لم يرقى الى مستوى القمه، ولم يكن الاداء اداء قمه، ولم يكن اداء قممي يعني. لا خالص. ما كانش اداء قممي خالص يا طارق. ولا يعني احنا شفنا مباريات كتيره اهلي وزمالك افضل من المباريات اللي احنا اتفرجنا عليها دي، وفي نفس الوقت المباراه في توقيت وحش قوي، بتتلعب في تايم وحش قوي. الناديين مش مستعدين يعني، ما فيش اي نوع من انواع اللعيبه غدرت، ولعيبه ما كانتش بتتمرن عشان مش عارفه هتجدد ولا لا. الموضوع الموضوع كان كله ملخبط، وبالتالي النتيجه في الحقيقه يعني نتيجه هايله جدا على اللخبطه دي كلها. اولا لا زعلت جماهير الزمالك ولا زعلت جماهير الاهلي. كانوا عفوا يعني مسخين. مين؟ الجونين كانوا مسخين تعبانين جدا. واحد تلطيش في ال 18 وواحده والثاني ضربه جزاء بالظبط. ما فيش اي جمل تكتيكيه. طب ما تيجي نرجع